مساء السعادة عليكم، ازيكم؟ بصوا الدومية وحلاوتها وجمالها. انا عايزاكم تجربوا الوصفة دي، هتنبهروا بيها بجد. طعمها تحفة قوي ومقادير بسيطة خالص، بشوية سكر وشوية مية هنعمل مع بعض احلى دومية. ما تنسوش بقى اللايك والشير وكومنت حلو منكم للتشجيع يا جماعة. شجعوني ودعموني عشان اقدم لكم وصفات باذن الله تعجبكم. ويلا بينا نصلي على الرسول ونروح نشوف مقاديرنا على طول. معايا كوباية ونص من المية، وكوباية ونص من السكر، معلقتين كبار من الجيلاتين البودر الحيواني، ونص كوباية من النشا، نص كوباية من عسل الجلوكوز، ولون جل احمر او بودر لو موجود عندك تقدري تستخدميه، معلقتين كبار من مية المورد، وربع معلقة من ملح الليمون. دلوقتي اول حاجة هنعملها ان احنا هندوب الجيلاتين بتاعنا. لو ما عندكيش الجيلاتين الحيواني تقدري تستخدمي جيلاتين نباتي، بس هتستخدمي 3 معالق. انا هنا مستخدمة معلقتين، انت هتستخدمي 3 معالق. هنركنه على جنب ويلا نشوف السيرب بتاعنا في الوك بقى. وهننزل بالمية وبالسكر وبمية المورد وكمان بالملح الليمون الربع معلقة صغيرة. لو مش موجود عندك ملح الليمون تقدري تستخدمي نص عصير ليمونة. وننزل بقى بالعسل الجلوكوز وبكل مكوناتنا دي، هننزل بيها كده في قلب الوك بتاعنا. عسل الجلوكوز نص كوباية، يعني مقدار معلقتين كبار هرميين مليانين. هنقلبه كده وناخده على طول نرفعه على النار 5 دقايق، هيغلي على النار. نتأكد ان السكر بتاعنا داب خلاص. وبعد كده هننزل بالنشا. نص كوباية النشا انا دوبتها في نص كوباية مية، قلبتهم مع بعض. وهنبتدي ننزل كده بالراحة واحدة واحدة، تقليب مستمر وسريع علشان ما يكلكعش مني. ثواني وهننزل بقى باللون بتاعنا. هنحط اللون الجل بتاعنا، ننزل باللون نقطتين كده 3 لحد لما يظبط معانا اللون ويدينا اللون الحلو اللي احنا عارفينه، اللون الاحمر القوي ده. ويبقى كده معانا تمام. نسيبه بقى ياخد له غلوتين. ودلوقتي هننزل بالجيلاتين. شايفين الجيلاتين لما سيبناه شوية على جنب بقى عامل ازاي؟ هننزل بيه وما تقلقيش خالص، هتضربي على طول بالويسك كده هيسيح وهيفك، حتى هيخلي القوام بتاع الملبن بتاعنا هيرجع يبقى خفيف شوية. بعد ما هيكون ربط مع النشا هيخف شوية، ما تقلقيش هو ما بص منك خالص، هو هيرجع يربط تاني على النار وهيبقى مظبوط وتمام التمام. اهم حاجة ان طول ما انتي بتعملي الملبن ده ما ينفعش تروحي في اي حتة وتسيبيه خالص، يعني تكوني واقفة جنب منه بتعمليه هو وبس. دلوقتي بقى هناخد النص كوباية الفول السوداني، وتقدري تستبدليها بلوز، ببندق، بفستق، اللي انت عايزاه. وهنشوحه على النار عشان نطلع الرطوبة بتاعته. مفيش في ثواني وهتعينيه من على النار، واوعي يتحرق منك، خدي بالك. دلوقتي بقى الملبن بتاعنا شايفين خد القوام المطلوب ازاي؟ تقل وعمل علامة في قلب الوك بتاعنا. كده معناها ان الملبن بتاعنا بقى تمام جدا ومظبوط. وفي المرحلة دي ننزل بقى بالسوداني بتاعنا ونقلبه كده 2-3 على النار. شايفين شكله؟ شايفين القوام؟ ما شاء الله اللهم بارك. مقاديرنا مظبوطة على الشعرة، مفيش مجال انه يفشل او يبوظ منك، مفيش الكلام ده. بصي بعد 2 القوام عمل ازاي؟ ما شاء الله. دلوقتي بقى هنجيب العلبة بتاعتنا، حاطة فيها كيس دهناه كده بدهنة بسيطة من الزيت، وهنزل على طول بالملبن. دهنة الزيت دي علشان خاطر الملبن بتاعنا ما يلزقش في الكيس ويطلع منه بسهولة. وهغطيه كده بكيس تاني وهحطه بقى على جنب. انا عملته بالليل، تاني يوم هبتدي اقطعه. لو انتي مستعجلة عليه تقدري بعد 2-3 تعمليه. انا مش مستعجلة فانا هنا سبته لتاني يوم، ودي كانت نتيجته. شايفين ما شاء الله عامل زي الاستيك كده، لا بيتقطع ولا اي حاجة، لان زي ما قلت لكم المقادير مظبوطة. عايزة اقول لكم ان انا كنت واقفة بقطعه ويوسف ابني واقف جنبي مني، يا ماما عايز حته، يا ماما عايز حته، وما سابنيش فعلا اعرف اصور غير لما اديته حته علشان خاطر يسكت من كتر ما شكله ولونه وطعمه. بجد الريحه حلوه قوي يا جماعه، ولونه كده وشكله حاجه يعني تشد العين، وانتوا عارفين ان العين بتاكل قبل البق. ويلا بقى نقطعه. تقدري تقطعيه التقطيع اللي انت عايزاه، تقطعيه صوابع رفيعه، تقطعيه مكعبات زي ما انا عملت، صغيره كبيره، الاحجام دي ترجع لك انت. شايفه الشكل عامل ازاي؟ ما شاء الله. بصوا شايفين يا جماعه
ماسك في نفسه كده ولا سايح ولا اي حاجة، وبجد تحفة جدا. والكمية ما شاء الله كمية حلوة قوي، من 1.5 كوباية سكر، ويعني حاجة مفيش احلى ولا انضف ولا اسهل من كده. هتروحي تشتريها من بره، الاسعار بره بجد نار نار. فعلى ايه حدش يضحك علينا ولا يتحكم فينا، احنا نعمل حاجتنا بايدينا في البيت ضامنين جودتها ونظافتها. وانا دايما بشجع ستات البيوت، اعملي حاجتك بايديكي وتبقي مطمنه ان الحاجه كويسه وتاكليها وانتي مرتاحه ومطمنه على صحتك وصحه اسرتك. شايفين الكميه يا جماعه ما شاء الله، اللهم صل على النبي، بجد تحفه جدا. جربوا الوصفه دي ان شاء الله هتعجبكم ومش هتشتروا الحاجه من بره تاني. وان شاء الله اقول لكم اشوفكم في فيديو جديد، واستنوا لسه فيديوهات حلاوه المولد لسه ما خلصتش. اسيبكم في رعايه الله واستنوني في فيديو جديد في مطبخ انجي. مع الف سلامه.